رجعنا لكم تاني والتحكيم مع جريشة، ومعاكم جهاد جريشة. النهارده الساعة 3 العصر، مباراة كبيرة، مازيمبي الكونغولي، تي بي مازيمبي الكونغولي والأهلي المصري في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا. يمكن يمكن سبق لي أنا قبل كده دور قبل النهائي دوري أبطال أفريقيا مازيمبي وفاق سطيف 2014. الأجواء في المباراة واللي هيقابله الأهلي النهارده في المباراة هقول لكم عليه بالتفصيل. ملعب صعب جدا، هي عبارة عن مدينة رياضية يمتلكها صاحب النادي اللي هو صاحب الفريق وصاحب اللعيبة وصاحب كل حاجة، الملياردير الكونغولي الكبير بيمتلك كل شيء في المدينة. كل الناس اللي موجودة في الملعب دولت شغالين عنده، في عنده مناجم ذهب وماس حاجة كبيرة قوي يعني. الملعب ده ملعبه، المنتجع الرياضي اللي احنا اللي الاهلي او الناس بتقيم فيه اسف، الناس بتقيم فيه ده حاجته. الملعب صعب جدا. هقول لكم على منظر شفته بعيني، يعني محدش حكاهولي، يعني الناس اللي بتخش دي كلها شغال عنده، الجمهور ده كله شغال عنده. قبل المباراة بتلاقي في كونتينر التيشيرت بتاع الفريق بيتوزع على الجمهور عشان تدخل الملعب، تلاقي كل الناس لابسة نفس التيشيرت للفرقة. وكل الناس بتوزع عليها التيشيرت اللي هو الاوريجينال اللي بتاع الفريق، مجاني. اكاد ان اجزم ان الناس دي ما ينفعش ما فيش تذاكر، فالاستاد مليان فل، ما فيش مكان لنمله. اجواء صعبه جدا افريقيه كجو. وفي نفس الوقت الدنيا هتبقى صعبه جدا النهارده على النادي الاهلي. اتمنى التوفيق طبعا لممثل الكره المصريه النادي الاهلي. اجواء صعبه، فريق صعب، جمهور صعب، ارض صعبه، و ذهاب الدور قبل النهائي، والاهلي خارج من هزيمه من نادي الزمالك. اتمنى ان شاء الله التوفيق لممثل الكره المصريه. زي ما قلت لكم انا اجواء انا عشتها كحكم، وكان قصاد فرقه برضو من شمال افريقيا وفاق سطيف قبل النهائي 2014. الاجواء فوق ما تتخيلوا صعبه، جمهور صعب. النهارده نتمنى التوفيق، كل التوفيق للنادي الاهلي. فاصل صغير ونرجع بقى نتكلم عن ازمه محمود عاشور مع رئيس لجنه حكام مصر.